حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ النهارده راجعه لكم كده بوصفه جديده، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تبقى وصفه سهله خالص والكل ان شاء الله يعملها. النهارده هنعمل مع بعض رز بلبن. وصفه سهله جدا وبسيطه وسريعه في نفس الوقت وحاجه كده بتدفي في الجو اللي احنا فيه. هنبتدي كده بسم الله، وهنجيب معانا حله فاضيه وهنحط كوبايه رز ابيض مصري عادي جدا مفيهوش اي حاجه، وهنسيبه كده يغلي. هنغطي يعني هنجيب كوبايه لبن، اسفه كوبايه رز، وهنغطيها بالميه وهنسيبها كده مع بعض تغلي لحد ما تبدا ان هي تغلي، وهنطفي عليها. وهنسيبها كده شويه لحد ما الرز يتشرب تماما من الميه. وبعد كده هننزل عليها باللبن. اللبن عايزين تحطوا نص الكمية لبن نص كمية مية، مفيش اي مشكلة. انا عن نفسي بعمل كده، ما بحطلوش لبن 100%، لا نص ونص. انا لسه في اول فيديو قلتلكم ان هي وصفة سهلة واقتصادية في نفس الوقت. عايزة لكم هيطلع يعني حلو جدا. طبقوا بس الوصفة كده وان شاء الله تعجبكم خالص خالص. يبقى زي ما قلت لكم، هنجيب كوبايه رز، هنغطيها بالميه، هنولع عليها النار وهنسيبها غلوه في التانية، بعدين هنطفي عليها، وبعدين هنقوم سايبينها كده على جنب لحد ما الرز يتشرب خالص من الميه اللي فيه، وبعدين هننزل عليها بالميه واللبن. تمام. بعد كده بقى هننزل عليه بالسكر على حسب بقى الرغبه طبعا، وبعدين هننزل بقى بالمكون اللي بيوديه في حته تانية خالص، الفانيليا. الفانيليا حقيقي بتودي الرز بلبن، بتوديه في حتة تانية خالص، بيبقى طعمه عامل شبه اللي جايبينه جاهز بالظبط. عايزه اقول لكم المكونات كلها سهله، والمكونات كلها موجوده عندنا في البيت ومفيهوش اي حاجه صعبه. في ناس بتحط له كريم شانتيه، بس انا مش بحط له الا يعني لما بيكون متوفر عندي. طب مش موجود عندي، وبعدين هو دلوقتي ما شاء الله بقى يعني بقى غالي، فهعمل ايه؟ زي ما قلت لكم كده. ويا سلام بقى لو في وش اللبن او القشطه بتاعه اللبن، بيبقى طعمه تحفه وبيودي الرز بلبن في حته تانية خالص. بيبقى طعمه حلو جدا وطعمه كريمي كده وتحفه. هنا اهو كده حطينا السكر وحطينا الفانيليا وحطينا اللبن بتاعنا. هنبتدي بقى اللي احنا نقلب كده حبه حلوين عشان الرز كان كتل في بعضه، يبتدي بقى اللي هو يفك كده معانا. وصفه سهله جدا، مفيش اسهل من كده. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم باذن الله، وتكتبوا لي كده في الكومنتات وتقولي تسلم ايدك. تمام. تنسوش كده تقولوا لي انتوا بتتابعوني من انو بلد، وما تنسوش تسيبوا لي كومنت جميل زيكم كده، وما تنسوش تحطوا لي لايك على الفيديو لو الفيديو عجبكم، واهم شيء تصلوا على النبي و تحطوا لي لايكات على الفيديو. ولو في اي وصفه او حاجه حابين ان انا اعملها او اجربها معاكم في القناه، اتمنى انكم تكتبوا لي. تمام. هنا بقى كده بعد ما خلاص حطيت كل الاضافات دي، سبته بقى كده ان هو مع نفسه ياخد غلوه في التانية في التالتة. بصوا كده لف ازاي. في المرحله دي بقى هو محتاج نشا. تمام. فممكن اللي انتوا تستكفوا، يعني انا ساعات بستكفى بكده ما بزودلوش نشا. هو ما شاء الله لافف وحلو يعني كل حاجه. بصوا شايفين بيبقبق ازاي كده، وصل لمرحله الغليان. فحابين انتوا تزودوا نشا، هتجيبوا نص كوبايه ميه وتحطوا معلقه نشا واحده فقط لا غير، لان هو ما شاء الله مش محتاج. تمام. لان الرز ما شاء الله طلع النشا كله اللي فيه في قلب الميه بتاعته. تمام. حابين تزودوا نشا حابين، مش حابين خلاص مش اي مشكله، والرز برضو هيتماسك لما هتفضوه في الاطباق، مفيش اي مشكله في الخطوه دي. تمام. هنا بقى كده جبنا نص كوبايه الميه وعليها معلقه النشا، وهنبتدي اللي احنا نقلب كده، وهننزل بسم الله ونبتدي اللي احنا نقلب. بصوا الرز بدأ ان هو خلاص اهو، ما شاء الله ما شاء الله لف. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لف كده وبقى جميل. في المرحله دي بقى كده خلاص هنطفي، مفيش اي حاجه. تمام. بس كده هنطفي بقى. تمام كده خلاص طفينا عليه وسيبنا كده ان هو يرتاح خالص. تمام. وهنبتدي بقى اللي احنا نجيب المغرفة بتاعتنا ونجهز الاطباق بتاعتنا، ونبتدي اللي احنا بسم الله ونبدأ اللي احنا نعبي في الاطباق، وبألف هنا وشفا. بصوا حلو قوي، طعمه تحفة، كريمي كده ولذيذ خالص خالص خالص.
واستنوني ان شاء الله كده في وصفات كتير باذن الله جايه، ورمضان جاي اهو خلاص، كل سنه وانتم طيبين. والنهارده 1 شعبان، حبيت اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، يا رب عقبال كل سنه كده باذن الله واحنا مع بعض باذن الله. وادعوا لي قناتي كده تتفعل وتبقى قناه مليونيه باذن الله. ادعوا دعوه حلوه من قلبكم بصلاح الحال. اهو كده خلاص عبينا في الاطباق، وهنا بقى جبنا، مش هقول لكم بقى بندق وعين جمل والمكسرات الحلوه دي، لا الحمد لله على كل حال. انا كان عندي شويه سوداني وجوز هند وزبيب، ابتديت كده اللي انا اوزعهم على الاطباق اللي عندي. طبعا انا عامله كمان طبقين كبار، يعني الكميه دي طلعت معايا 5 اطباق، دول اللي انتوا شايفينهم، وكمان طبقين كبار اللي هم بتوع الاكل، بس طبعا دول انا عبيتهم لحماية عشان لسه خارج من المستشفى. ادعوا له كده الله يشفيه ويعافيه. اهو كده زي ما انتم شايفين. وبس كده كده وصلنا مع بعض لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى وصفتي تكون حلوه وسهله وسريعه، وبحبكم كلكم في الله. باي باي.